ازيكم وعاملين ايه؟ فيديو النهارده صراع بين اتنين من اقوى الموبايلات اللي في اواخر الفئه المتوسطه، وهنا بتكلم عن الفئه بتاعه ال 26000 جنيه او ال 27000 جنيه، الفئه اللي فيها موبايلين كل واحد فيهم بيتفوق على التاني في جزئيات معينه. فانا جيت هنا في فيديو النهارده عشان انقل لك تجربتي كامله بعد ما جربت الريلمي 15 برو وعملت لكم فيديو منفصل عنه، وجربت برضو الرينو 14 وعملت لكم فيديو عنه. المره دي بقالي اكتر من اسبوعين بستخدم الموبايلين دول سوا، الاوبو رينو 14 5G والريلمي 15 برو 5G. دوري اوضح لكم كل الاختلافات وكل نقطه بيتميز فيها طرف عن التاني، وانتوا الحكام بقى تكتبوا تحت في التعليقات في اخر الفيديو ان شاء الله مين في الموبايلين دول يكسب في المقارنه دي. بس في بدايه الفيديو بفكرك اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر، ويلا نمسك اول نقطه وهي التصميم وخامه التصنيع. لو بدأنا بالشكل ودي الحاجة اللي عينك بتقع عليها، فالاتنين مختلفين كليا. الاوبو بيجي بتصميم مشابه شوية لهواتف ابل، بالاطار او الفريم المسطح اللي بتقطعه انتنات الشبكات، مع ظهر زجاجي مصنفر مطفي وجزء يبان لك مضيء حوالين الكاميرات. تصميم سيمبل خالص شيك، مفيهوش بهرجة، مفيهوش اي حاجة تخطف العين، يخطف عينك لكونه سيمبل واللي هو من الاخر السهل الممتنع يعني. على الناحية التانية الريلمي جايب تصميم حديث شوية، شكله عصري وشيك برضه، ظهر يبان لك اكنه مرخم او مليء بالخطوط اللي بنشوفها على الرخام، ولكنه ظهر مصنوع من البلاستيك المقوى، مع اطار او فريم معدني لونه ذهبي بنفس لون الحلقات الذهبيه اللي موجوده حوالين الكاميرات. فالشكل دي اذواق، عايز كل واحد فيكم يقول لي يحب انهي تصميم في التصميمين دول. اللي يهمني انا خامات التصنيع. الاثنين بيجوا بنفس الوزن 187 جرام، وعلى الورق الاوبو ارفع سنه، بنتكلم في 7.3 ملم قصاد 7.7 ملم للريلمي. صحيح الفرق يبان مش كبير، وعايز اقول لك انك اصلا لو مسكت الريلمي هتحس انه ارفع في الايد بسبب الشاشه المنحنيه وسمك الفريم النحيف، ولكن بروز الكاميرات في الريلمي اللي اكبر من الاوبو هو اللي مخلي السمك على الورق احسن لصالح الاوبو. الاثنين بيجوا باعلى معايير مقاومه ماء واتربه في العالم كله، IP69، الاثنين مقاومين للغمر في الميه، ولكن الريلمي واخد شهاده عسكريه مقاومه للصدمات والسقوط. مقاومه هنا مش معناها ان هو ما بيتكسرش، ولكنه بيقاومه بشكل كبير. وطبعا مش هينفع يكون جايب شهاده عسكريه وظهره يكون من الازاز، يعني مش منطقي. فبالنسبه لي انا مش هحط الشكل في الحسبان، لان زي ما قلت لكم دي اذواق، ولكن كخامات تصنيع الاوبو هياخد نقطه بسبب التصميم اللي بيحتوي على ظهر زجاجي والسمك الانحف، اما الريلمي هياخد نقطه بسبب المقاومه العسكريه. فالتصميم في الاثنين تعادل، كل واحد ميزه نقاط عن التاني. بس اللي هيوسع بقى الجاب ما بينهم ويفض الاشتباك ده هو جزئيه الشاشه في الموبايلات، اللي اول ما تقلب الظهر ده على وشه هتلاقي شاشات مختلفه كليا. شاشه الاوبو جايه من نوع اموليد، الوانها كويسه وسطوعها تحت شاشه الشمس مقبول، بنتكلم في 1200 نتس او 1200 شمعه. زي ما بقول لك ده رقم مقبول مش مثالي في الفئه دي خلاص، مع PWM او معدل وميض بيوصل ل 3840 هرتز، وده اللي بيحمي عينك من الاجهاد لو بتستخدم الموبايل لفترات طويله في الضلمه، او لو انت من الناس اللي بتصدع من الموبايلات اللي بيكون PWM فيها قليل. كلام جميل وحلو قوي على الورق، ومشاهده المحتوى على الاوبو مش هتزعلك خالص، ولكن لو عايز بقى تاخد مشاهده المحتوى لليفل اكستريم او ليفل متطرف شويه نروح للريلمي على طول، لان الشاشه هنا جايه من نوع اوليد. صحيح الاوليد هي تعتبر درجه من درجات الاموليد عادي، ولكن هنا الوانها مشبعه جدا، كونتراست اظبط، بشاشه مقاسها اكبر 6.8 بوصه، معدل وميض اعلى عشان يحمي العين 4600 هرتز، واستحواذ شاشه من الواجهه الاماميه برضو اكبر 91.2%، مع اخيرا سطوع تلقائي تحت شاشه الشمس بيوصل ل 1800 نتس او 1800 شمعه. يعني ملخص كل اللي انا قلته ده ايه؟ انت بتاخد في الريلمي شاشه مقاسها اكبر، استحواذ شاشه فيها اعلى، فبالتالي الحواف اصغر، PWM بتاعها اعلى، حتى التردد اعلى والالوان اظبط، فبنتكلم على شاشه تقريبا بلا عيوب. فلو بتدور على موبايل يناسبك في مشاهده المحتوى، طبعا شاشه الريلمي بلا منازع. فنقاط جوده الشاشات دي هتروح للريلمي، نقطه بسبب السطوع الاعلى، والنقطه الثانيه بسبب الالوان الاحلى، والنقطه الثالثه بسبب الاستحواذ الافضل. واللي بيكمل لك تجربه مشاهده المحتوى في الموبايلين الاثنين دول هي التجربه الصوتيه. الاثنين بيجوا بستيريو سبيكرز، والاثنين بيجوا بسماعات محترمه جدا جدا جدا، مش هيزعلوك على الاطلاق. ولكن لو هكسب برضو موبايل عن الثاني، لان احنا بنعمل مقارنه، الاثنين فعلا كويسين، الاثنين كبيز كعلو صوت حلوين قوي قوي قوي، مفيش واحد فيهم هيزعلك عن الثاني، ولكن التفوق الافضل ولو نقول بفرق 10% او 15% هيكون لصالح الاوبو الرينو 14. تجربه الصوت فيه افضل شويه، الصوت اعلى سنه صغيره والبيس فيه احلى، فنقطه للرينو. شويه بقى كماليات او شويه فيتشرز ثانيه موجوده في الموبايلين. الاثنين بيجوا بقارئ بصمه مدمج في الشاشه، ادائهم صاروخي ومن اسرع البصمات اللي ممكن تجربها في الفئه السعريه دي كلها. الاثنين برضو بيدعموا كافه المستشعرات الموجوده، حتى مستشعر NFC، مستشعر المكالمات او التقارب موجود هنا، هاردوير مش سوفت وير، حتى الاي ار بلاستر او انك تقدر تستخدم الموبايلات دي كريموت كنترول تتحكم بيها في الاجهزه بتاعتك كلها. الاثنين فيهم نفس الكلام ده، ولكن تفوق للاوبو على حساب الريلمي انه بيدعم الاي سيم او الشريحه الالكترونيه، ودي تفيدك جدا في السفر، وتفيدك برضو لو ما بتحبش انت الشريحه التقليديه دي وتحب دايما الشرايح بتاعتك تكون كلها على الموبايل، وتقدر بقى تحط اكتر من 10 شرايح على الموبايل، بس طبعا اللي هيكون شغال هم 2 بس. فنقطه هنا تاني للرينو.
بكده ما يكونش فاضل لنا غير نقطتين من اهم النقاط اللي في المقارنه دي، هما الاداء والمعالج والسوفت وير، والجزئيه الثانيه الكاميرات والتصوير، ودي اللي كله بيختلف فيها. خلينا نبدا الاول بالسوفت وير والمعالج في الموبايلين. بصوا النقاط اللي مش هيكون فيها خلافات كتيره هي جزئيه السوفت وير في الموبايلات دي، سواء الكالر او اس 15 اللي موجوده في الاوبو مع اندرويد 15 او اندرويد 15 برضه، والريلمي يو اي 6.0 اللي موجوده في الريلمي. الاثنين واجهات مش هيزعلوك اطلاقا، مليانين فيتشرز، مليانين مزايا ذكاء اصطناعي. حتى في الريلمي هنا عندك الاي اي ايديت جيني اللي بيعدل لك الصور ويغير لك المشهد بالكامل بالذكاء الاصطناعي للمشهد اللي انت عايزه على طول، غير كم مزايا كتير جدا في الموبايلين. تقدر تشوف المراجعات الكامله للموبايلات دي عشان تشوف الموضوع باستفاضه اكتر. لكن الاثنين كواجهات استخدام من اخف واحلى واجهات الاندرويد. الاثنين مستقرين جدا، الاثنين ما فيهمش اي باجز، اي تهنيجات، اي حاجه او اخطاء في الانيميشنز، مفيش الكلام ده نهائي في الموبايلين. ليه بقى؟ لان في اختلافات في المعالج ولكن المعالجات الاثنين برضو اقوياء. عندك في الريلمي السناب دراجون 7 جن 4 اللي بيجيب على انتوتو بنش مارك فيرجن 11 او الاصدار ال11 مليون و200 الف نقطه تقريبا. اما الاوبو واللي بيجي بمعالج سفاح في الفئه السعريه دي من ميديا تك وهو الدايمنسيتي 8350 بيجيب حوالي مليون و600 الف نقطه اداء على انتوتو بنش مارك، فبنتكلم فرق اداء حوالي 30% تقريبا بين الموبايلين. هل الكلام ده بينعكس في حاجه في الاستخدام الفعلي او التجربه اليوميه؟ الحقيقه لا. فتح التطبيقات او الشغل التقيل على الموبايل ده مفيش اي فروقات تذكر بين الموبايلين. ولكن لما نخش بقى لجزئيه الالعاب والجيمنج والشغل بقى اللي بيهلك الجي بي يو بتاع الموبايل، هنا هيبان لك اختلافات جوهريه. الموبايلين الاثنين دول مثلا على سبيل المثال في لعبه ببجي موبايل بيشغلوا 90 فريم، يعني الاكستريم بلس مفتوحه لك في الموبايلين الاثنين يا عم. ولكن تخش تلعب بقى على الموبايلين، انا جربت العب ساعتين على الموبايل ده ولعبت ساعتين على الموبايل ده، حوالي 4 جيمات او 4 جيمات هنا. الريلمي تقريبا ما لاحظتش ال 90 فريم دي في ولا جزء من اجزاء اللعبه، دايما الفريمات كانت ثابته على 70 فريم 75 فريم، بالعافيه كنت المس في ال 79 فريم 80 فريم الرينج ده. وقت بقى ما اكون نازل المود او في فايت شرس الاقي الفريمات نزلت ل 55 فريم 60 فريم في الرينج ده. فدي فريمات تعتبر مقبوله، مش هقول لك هي الفريمات المثاليه ولا حاجه، ولكنها شغاله تجربه اللعب يعني مش مزعجه على الاطلاق. ولكن الوحش الثاني بقى ده هو اللي موجه اكتر للجيمنج، بنتكلم على 90 فريم تقريبا ثابتين، ولكن برضه وقت الفايت بيحصل دروب فريمز، ولكن الدروب فريمز دي بنتكلم في 70 فريم 75 فريم بالكتير قوي 80 فريم وقت الفايت الشديد، ولو في كذا واحد في الماب. فيعني لو بنتكلم على تجربه العاب مين فيهم افضل، طبعا الرينو 14 هو موجه اكتر للالعاب. ولكن هل تجربه الريلمي 15 برو هتزعلك في الالعاب؟ اطلاقا لا، بالذات عشان غرفه التبريد فيه اكبر فتبريده احسن، فمش هتلاحظ اي سخونيه وانت بتلعب او انت بتضغط على الموبايل. حتى اثناء الاختبارات زي التوتو بنش مارك اللي سخن مني جامد كان الاوبو، حتى هو واضح لكم في الجراف هنا ومكتوب درجات الحراره اللي وصل لها الموبايل ده او وصل لها السي بي يو في الموبايل. الاوبو طبعا بمعالج وبترددات اعلى فبالتالي اكيد حراره اكبر، بس التبريد في الريلمي افضل. والموبايلين جايين بذواكر تخزين صاروخيه من نوع يو اف اس 3.1 ينقلوا لك بقى الملفات الكبيره من مكان للتاني بسرعه رهيبه، حتى فتح التطبيقات التقيله هنا كمان بتفتح بسرعه رهيبه. فحاجه كده السوفت وير وتجربه المستخدم الاثنين تعادل. بالنسبه لاداء السي بي يو في الموبايلين او اداء المهام اليوميه او المهام المتوسطه او الشغل على الموبايل الاثنين برضه تعادل. ولكن في جزئيه الالعاب النقطه هنا والتفوق هيكون نقطه لصالح الرينو 14 بسبب انه بيديني فريمات اكتر في الالعاب، ولكن اللي بيديني حراره افضل كان الريلمي، فنقطه هنا برضه لصالح التبريد الافضل. ووصلنا دلوقتي كده للكاميرات والتصوير، واللي تعالوا بقى كده افرد لي ظهرك لورا وتعالى اما نشوف الكاميرات اللي بيجي بيها الموبايلين دول. نمسك الاوبو الاول. الاوبو بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، سنسور رئيسي بدقه 50 ميجا بكسل في اي اس او مثبت بصري، والسنسور الثاني الرائع تيليفوتو اللي بدقه برضه 50 ميجا بكسل واللي بيعمل لك 3.5 اكس اوبتيكال زوم او تقريب بصري من غير ما تخسر اي كواليتي ولا تفاصيل، وبرضه في اي اس او مثبت بصري. والسنسور الاخير هو 8 ميجا بكسل خاص بالالترا وايد او التصوير الواسع، وده اضعف واحد فيهم. اما الريلمي بقى وجايب سنسورين اثنين فقط، سنسور رئيسي وهو بدقه 50 ميجا بكسل بمستشعر ضخم من سوني وهو الاي ام اكس 896، مستشعر كبير جدا بيسمح بدخول ضوء كتير جدا للموبايل، واللي طبعا فيه اي اس او مثبت بصري، واللي هنشوف كل ده بيترجم ليه قدام. والسنسور الثاني هو بدقه 50 ميجا بكسل وده خاص بالالترا وايد او التصوير الواسع. بصوا بقى خلينا نبدا كلام بالسنسورات الرئيسيه في الموبايلين. الاثنين بيطلعوا صور بتفاصيل ممتازه جدا جدا جدا. بنتكلم هنا يا جماعه على موبايلات ب 27000 جنيه، فمستحيل نلاقي مثلا صور بتفاصيل قليله، عشان بس دماغك ما تروحش لبعيد. مش بنتكلم هنا عن فروقات ضخمه، الموبايلين السنسورات الرئيسيه فيهم ممتازه زي ما قلت لكم ومفيش فيهم تقريبا غلطه. بس نخش بقى الجزئيه الاهم اصلا في مقارنه الكاميرات هي البورتريهات وتصوير الاشخاص، لان هنا بقى الحيره كلها. لو وفرت الموبايلين اضاءه جيده والموبايلين صورنا بيهم على 1 اكس و2 اكس، دايما البورتريهات في الريلمي كان عزلها افضل، الوانها احلى، تفاصيل اعلى، كل حاجه في الصوره بصراحه كانت احلى. من الاخر معالجه صور الريلمي بشكل عام كده شكلها اجمل، واي حد كان بيشوف الصور برده كان بيأيد كلامي. فبالنسبه لي انا ورايي الشخصي الريلمي هيكسب في الجزئيه دي. ولكن اللي هيقلب بقى كل تصوير الاشخاص ده ويقلب اكتساح
الريلمي لتفوق كاسح ليه هو هيكون الاوبو واللي جايب سنسور خاص فقط بالتليفوتو والتقريب، هيطلع لك صور بورتريهات عالميه، بعد بؤري ممتاز، بنتكلم في تقريبا 80 ملم على ما اتذكر، بعزل او شاربنس او حده في الصور تحفه، سكين تون ومعالجه صور اللي خارجه من السنسور ده في حته ثانيه خالص. اما في صور الالترا وايد او تصويره الواسع فطبعا اكتساح للريلمي، سنسور اكبر 50 ميجا بكسل، تفاصيله اعلى، فلو تهمك الكاميرا الواسعه فطبعا الريلمي يكسب فيها. وبالنسبه للكاميرات السيلفي في الموبايلين فالاثنين جايين بكاميرا بدقه 50 ميجا بكسل، تفاصيلها مبهره، من احلى كاميرات السيلفي في الفئه السعريه دي كلها، الاثنين ممتازين جدا، الفروقات بينهم تقريبا لا تذكر، ولكن يعني ممكن اقول لك ايه، بعد الزوم وان انا اقعد اكبر في الصور كلها واحاول ادقق كده، صور الريلمي كانت بتكون مشبعه سنه زياده، سنه صغيره، والسكين تونز محمره شويه عن صور الاوبو. اما صور الاوبو كانت الصور او الشاربنس او الحده اعلى فيها شويه، بالذات على الهدوم لما بزوم على الطقم اللي انا لابسه بلاقي فيها تفاصيل اكتر، وفي الاضاءات الضعيفه كذلك نفس الكلام، الاثنين برضو متقاربين جدا، صعب قوي تلاحظ فروقات ما بينهم. بس اللي كانت برضو الوانها احلى سنه هي الصور اللي طالعه من الريلمي بسبب المعالجه الافضل سنه صغيره. ففعلا جزئيه الكاميرات والتصوير دي كانت بالنسبه لي مرهقه عشان اعرف اطلع للحكم اللي هقوله لكم دلوقتي ده، ولكن واحده واحده كده نعد مع بعض. نقطه تروح للريلمي بسبب الالترا وايد الافضل وتفاصيلها اعلى، والكاميرا السيلفي تفاصيل اعلى شويه صغيرين للاوبو، ومعالجه احسن شويه في الريلمي، فالاثنين بالنسبه لي انا في السيلفي تعادل. بالنسبه للسنسور الرئيسي في كل موبايل عن الثاني حد تفوق للريلمي على حساب الاوبو بسبب التفاصيل الاعلى شويه صغيرين، ظبطه الاتش دي ار الاحلى، والمعالجه الافضل بشكل عام. اما في تصوير البورتريهات وتصوير الاشخاص طبعا ده هيروح للاوبو بسبب وجود الكاميرا الخاصه بالتليفوتو، ونقطه كمان هياخدها الاوبو وهي في الزوم او التقريب او انك تجيب حاجات من مسافات بعيده، لنفس السبب برضو وهو الكاميرا التليفوتو. واخر جزئيه معانا هي جزئيه البطاريات والشحن في الموبايلين. بصوا دي عشان ما صدعكش فيها، تفوق واكتساح للريلمي على حساب الاوبو، بنتكلم في بطاريه عملاقه بسعه 7000 ملي امبير اور، وشاحن صاروخي مرفق في العلبه بقدره 80 واط. اما الاوبو بطاريته برضو محترمه، ولكن هنا 6000 ملي امبير اور وشاحن 80 واط، فمن غير ما صدعك كتير تفوق واضح لبطاريه الريلمي على حساب الاوبو. سعه اكبر تديك من ساعه لساعتين استخدام للجهاز، فبالتالي بدون نقاش نقطه هنا كمان تروح للريلمي. كده اتكلمنا في كل تفصيله تخص الجهازين، ولكن بعيدا بقى عن النقط وبعيدا عن ده كسب في ايه وده كسب في ايه، تعال اقول لك كل موبايل فيهم موجه لمين وتشتري ده ولا ده. بص معايا، لو انت يهمك اداء الالعاب، يهمك موبايل يكون شاشته اصغر، مش بتحب الشاشات الكبيره، انت حر، عايز موبايل بيدعم الاي سيم او الشريحه الالكترونيه، واهم حاجه في التصوير بيهمك تصوير البورتريهات او تصوير الاشخاص، في الحاله دي بدون تردد تروح للاوبو رينو 14. على الناحيه الثانيه بقى يهمك مشاهده المحتوى وعايز شاشه احلى واكبر وسطوعها اعلى تحت عشان الشمس وشغلك كله في الشارع، تصميم اروش واكبر شويه في الايد وبتحب الموبايلات الكبيره، معالجه صور مايله للتشبع ومزهزهه كده، ويهمك البطاريه الاكبر والمقاومه العسكريه او الشهاده العسكريه والموبايل يكون مقاوم للصدمات والسقوط، ساعتها تروح على طول للريلمي 15 برو 5G. ونسيت اقول لك لو يهمك كمان موبايل حرارته اقل وما بيسخنش تقريبا. ولكن ده كان رايي الشخصي، المهم رايك انت تكتبوا لي تحت في التعليقات تقول لي شايف مين من الموبايلين دول يكسب وليه، ولو انت رايح تشتري هتشتري مين فيهم، وقول لي برضو عايزين فيديوهات ايه الفتره الجايه. وما تنساش لو وصلت لحد هنا اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصلك الجديد بنزله اول باول. وانا عمر وهشوفك في فيديو جديد، سلام.